السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحرحات الأمارات. جالي سؤال على الفيسبوك، بتقولي بنوتة هو انت عمالة طالعة تقولي النقاب ومش النقاب وبنعرف نخرج بيه وناكل بيه ونعمل بيه، طب ما احنا في حاجات ما بنعرفش ندخلها واحنا كده مش زي الناس، فانا ليه اخلي نفسي، هي مش منتقبة، ليه اخلي نفسي عرضة ان انا اتحرج او اتكسف او اكون منبوذة؟ فقلت لها، بعت لها قلت لها يعني انت تقصدي ايه الاماكن اللي انت عايزه تخشيها وهم مانعينك منها على كلامك؟ جربتي يعني تدخلي مكتبه ويقولوا لك لا ما بندخلش منتقبات؟ جربتي تدخلي مثلا مطعم تاكلي يقولوا لك ما بندخلش منتقبات؟ جربتي تدخلي ايه؟ يعني لو انت قصدك مثلا بتقولي في سينما من السينمات منعوها تدخل، مع ان ده على فكره ربنا يغفر لي، يعني ما ينفعش ان انا اقول ذنب زي ده. انا في فتره من الفترات كان في وقت كنت بروح سينمات انا وزوجي في اول الزواج، كنا هانيمول بقى وبتاع. هانيمول ايه؟ هانيمون ايه ده؟ ايه اللغه دي؟ ايه الكلام اللي طالع من بقي ده؟ استغفر الله العظيم، اللغه راحت. فكنا بنروح السينما ومحدش كان بيكلمنا، ما في عرب يا بنات، ما في كان سعوديات وخليجيات وكويتيات وحاجات من دي، هما ليه هيمنعونا؟ ايه الاماكن اللي انت حاولتي تدخليها قالوا لك لا؟ الا اذا عايزين يتحققوا من شخصيتك، وده يا جماعه طبيعي، انتوا زعلانين ليه؟ ده عادي، ايه المشكله؟ ايه المشكله لما يتحققوا من شخصيتي؟ مش في بنت بتشوف؟ طب ما فيش بنت، وهم لازم يتحققوا من شخصيتي، وانا معاكم ان ده حاجه مش لطيفه وحاجه بتحرجنا وحاجه بتضايقنا، بس نفترض الرولز بتاعت المكان كده، ونفترض هم ما عندهمش سكيورتي بنت، نكربس بقى الدنيا فوق دماغنا ونعمل ثوره. دول ما بيدخلوش منتقبات يا جماعه، والله العظيم اسهل. عيشوا حياتكم محبوبين وحبوا نفسكم والحاجات اللي حواليكم، عشان ما حدش اصلا يعني يضايقنا، يعملنا بطريقه وحشه اكتر ما هو كنا فاكرين هم بيعملوه بطريقه وحشه. والله العظيم في ناس، انا طالعه مدفوع لي مثلا فلوس عشان اقول كده، بالعكس في اماكن بتحب جدا المنتقبات وبيرحبوا بيهم وبيعاملوهم كويس، بس في اماكن حكوميه، لو انت تقصدي يعني الامن والكلام ده، اماكن حكوميه لازم تتحقق من هويتك. ما تقفيش انت بقى الماسنجر بتاع الماسنجر، يخرب بيت لساني، امسح الفيديو واعمل واحد تاني؟ لا هكمل الفيديو. ماسنجر ده كان كرتون بتاع زمان واحنا صغيرين، فاستحملوني بقى. تدخليش انت بقى ماسنجر وتدخلي تقولي لا انا محدش يشوف شكلي، مش كده. ما في ضروريات تبيح المحظورات. تعالوا شوفوني على القناه التانيه، ما بغلطش غلطه والله العظيم، ما بغلط غلطه ولا بعيد كلمه ولا بتهته زي ما انا بتهته هنا كده، مش عارفه لساني راح فين، ولا بعوج لساني. انا ما اعرفش في القناه دي بتعمل لي ايه، والله يمكن عشان انا مرحرحه قوي معاكم فهبلي طالع. لكن القناه التانيه لا في رجاله كتير بيشوفونا، وناس ما ينفعش يطلعوا على هبلي، فلازم اكون كده رزينه. عرفتوا ان انا هبله؟ خلينا في الهبل بتاعنا. خلصت الكلام، انا منتقبه وانت منتقبه وغيرنا منتقبات كتير في بلد احنا مش كفره، في مننا بيحب النقاب وفي مننا ما بيحبوش، بس الحاجه اللي لازم ناخد بالنا منها ان في حد بيحترم النقاب وانا بجبره انه يحترمني انا شخصيا ونقابي، وفي واحد تاني ما بيحبوش، فمعاملتي معاه بتجبره ان هو لا يحترمني ولا يحترم نقابي. انت بايدك تخلي اللي قدامك يحترمك. بالنسبه للمصالح الحكوميه دي رولز على كل المصالح الحكوميه، مش هنقدر نقول لهم يا جماعه لا احنا ما بنتشافش، غموا عليكم احنا بندخل ما حدش بيشوفنا، لا انت مين لابسه طاقيه لخفه؟ ما ينفعش. فلازم تكوني انت ماشيه تبع الجهه اللي انت رايحاها او تبع المكان اللي انت رايحاه. حلو، لازم تكوني محترمه المكان اللي انت رايحاه وتسمحي لهم ان هم يشوفوكي. لو ما فيش بنت خلاص هتعملي ايه؟ غصب عنك، غصب عننا، ضروري مش هيجيبوا لنا بنت مخصوص، فلازم نتفهم الحته دي كويس ونعمل بيها، يعني ما نقدمش الامور، هي مش ناقصين والله العظيم، ده احنا ماشيين في البلد دي بالستر، وعامه احنا كمنتقبات ماشيين بالستر. تحطيش في دماغك ان انت مكروهه او انت مش عارفه تحققي ذاتك او انت مش عارفه تدخلي في مكان. طبيعي مش هيقبلنا غير الناس اللي شبهنا، طبيعي مش هنعرف ندخل مكان غير لما يكون مرحب بينا فيه وحد زينا. مش معقول ندخل مكان
شبهنا او كويس او ما فيهوش مثلا يعني انت عايزه تدخلي مثلا ديسكو، هل هيرحبوا بيكي؟ ما اعتقدش. وانت اصلا اعوذ بالله مش هتعرفي تدخلي مكان زي ده. خلاص الموضوع الفيديو ده انا مش عارفه اطول كده ليه، انا كنت داخله اقول كلمتين رد على البنوته وخلاص. فنسال الله السلامه يا رب. وحاولي تختاري الاماكن اللي رايحاها، وحاولي ما تشديش مع الناس، وحاولي ان انت تنشري الدين والاسلام وتنشري فكر وثقافه النقاب بطريقه كويسه. كنت هقول لك حويس يا جماعه. اقفل الفيديو والله العظيم، هقفل الفيديو عشان انا مش ناقصه حد يتريق عليا. السلام عليكم.